تعالى نشوف سؤال فيه فكرة حلوة. موصل معدني يثنى بزاوية 90. الموصل ده لشكل زاوية قايمة. موضوع أفقيا في مجال مغناطيسي عمودي عليه للداخل كان بالشكل يلمس ساق معدنية توضع عند رأس الزاوية. يعني هنا في ساق معدنية، هتقولي امال اهي دي كده مش موجودة عند رأس الزاوية؟ ما هي الساق المعدنية دي اتحركت، يبقى الساق المعدنية دي كان مكانها الأصلي هنا عند رأس الزاوية القايمة وبعدين اتحركت. ماشي، بدأ الحركة بسرعة منتظمة، يبقى بدأ الحركة بسرعة منتظمة 5.2 متر على الثانية. احسب الفيضة المخترق المثلث وكذلك الام اف المتولدة في المثلث بعد 3 ثواني. معاك زمن 3 ثواني، وقال لك ان كثافة الفيض البي ب 35%. طيب نبدأ نجيب الفيض الأول. هنقول الفيض الفاي ام عبارة عن A في B، وطبعا هو بيتحرك عمودي على المجال، يعني الزاوية 90 أو الفيض اللي بيخترق المساحة دي 90، فخلاص كده يبقى زاوية 90، يبقى الفاي ام بيساوي A في B. المساحة هي مساحة المثلث اللي قدام منك والبي موجودة. طيب عشان أجيب مساحة المثلث لازم يكون معايا أبعاد. هي الساق هنا اتحركت للمكان ده في زمن معين، فأنا ممكن أجيب المسافة اللي اتحركتها، وهيبقى ده بيقسم المثلث ده لنصين. طيب هنجيب الاول المسافه ازاي؟ مش انت عندك السرعه بتساوي المسافه على الزمن، والسلك ده اتحرك في زمن قدره 3 ثواني، فانا ممكن اقول ان المسافه بتساوي في تي. في اللي هي 5.2 وتي اللي هي 3. هيطلع معاك الناتج 15.6 متر. يبقى الحته دي كده 15.6. طيب ما دي كانت ب90 كده اتقسمت نصين، الزاويه دي اتنصفت بقت 45 هنا و45، واكيد دي 90 يبقى دي 45، يبقى ده مثلث متساوي الساقين. يبقى الساق الحته دي 15.6، والحته الثانيه دي هتبقى 15.6. طيب تمام، عايزين بقى نجيب مساحه المثلث. مساحه المثلث نجيبها لوحدها كده بتساوي، او خلينا نعوض كله في بعضه. مساحه المثلث نص القاعده في الارتفاع، القاعده اهي نصها 15.6. 15.6 ده نص القاعدة في الارتفاع اللي هو 15.6 في البي اللي هي 35%. هيطلع الفيض ب 85.2 وبر. ده كده المطلوب الأولاني. المطلوب الثاني عايز الام اف المتولدة في المثلث. ممكن اتعامل مع الام اف اللي اتولدت في السلك هنا، لان السلك هو صاحب الام اف، لان هو اللي اتحرك مش المثلث كله، ده هو اللي اتحرك، فبالتالي هتبقى الاي ام اف هتعامل كانه سلك بي ال في. البي ب 35% في ال دي كلها اللي هي هتبقى 15.6 زائد 15.6 تبقى 31.2 في الفي. السرعه اللي هي 5.2 هيكون الناتج 56.8. هتبقى دي قيمة الاي ام اف 56.8 فولت. هتبقى هي دي ودي الإجابة المطلوبة.